دي إليزابيث هولمز، الست اللي نصبت على العالم كله. إليزابيث أسست شركة اسمها ثيرنوس وقالت للناس أنا هحلل دمك من نقطة واحدة بس الحقيقة إن ولا الجهاز كان شغال ولا هي كانت فاهمة حاجة أصلا. إليزابيث خدت فاندنج بمليارات من ناس تقيلة جدا زي وزراء دفاع أمريكيين، انفسترز في سيليكون فالي، مستشارين سياسيين، وحتى والجرينز واحدة من أكبر الصيدليات في أمريكا. كل ده وهي ولا خريجة طب ولا تفهم حاجة عن العلم ولا حتى الجهاز اشتغل ولو مرة. إليزابيث ما كانتش عبقرية، كانت بتتكلم بثقة بصوت عميق عشان تبان تقيلة، وكانت مخلية الناس تفتكر إنها النسخة الجديدة من ستيف جوبز. بس كانت بتبيع حلم مش منتج حقيقي. يعني الست literally بنت إمبراطورية على الثقة بس، وانت مش عايز تقدم على وظيفة عشان فاكر نفسك مش مؤهل كفاية. أنا مش بقول تنصب على الناس، لكن لو عندك ربع ثقة إليزابيث كان زمانك وصلت حتى للإنترفيو. السر مش دايما بيكون في الخبرة، السر كتير جدا بيكون في الجرأة وإنك تعرف تتكلم عن نفسك وإنجازاتك. إيه رأيك؟ هل في وظيفة نفسك تقدم عليها بس متردد عشان حاسس إنك ممكن تكون مش كفء؟ ابعتها لنا في الكومنتس وهنقولك أهم جملة تقولها في الإنترفيو. Let's Nova Mind it.